مين؟ المعلم وسام ابو علي الفدائي. ازيك يا ويسو؟ ايه يا عم الحلاوه والجمال والاهداف الحلوه دي؟ الصراحه الهدف بتاعك في البنك الاهلي عالمي. ده انا قعدت اعيد وازيد فيه واتفرج عليه على اليوتيوب يجي 4 5 مرات. اه يا وسام، بتفكرني بنفسي ايام زمان، ايام الصبا والشباب. حبيبي يا شيكا، بس بيني ما بينك كده، انا ما بحبش حد يتكلم على الاهداف بتاعتي، لان الموسم اللي عدى الناس فضلت تقر وتنق عليا لما كنت جايب 18 جون في نص موسم بس. لحد يا شيكا يا اخويا ما جيت الموسم ده المرمى يبقى فاضي قدامي وما اعرفش اجيب جون. انما انت جاي تعمل ايه هنا في شركة اورنج؟ جاي يا عم احول الخط بتاعي من اتصالات لاورنج. اصل الجماعه بتوع اتصالات عاملين اعلان وبيتريقوا فيها علينا. قاله يا اخويا، جايبين عربيه اسعاف بيضه وبخطين حمر وعايزين يركبوا فيها واحد مجنون ولابس ابيض. طب ده اسمه كلام برضه يا عم وسام؟ هو ما ينفعش الصراحة يا معلم شيكا، بس المشكلة انكم لفيتوا على كل شركات الاتصالات، فودافون ووي واتصالات، واخر حاجة هو اورنج. كل شوية تعملوا مقاطعة للشركة. ده انتوا كده المفروض ترجعوا للتليفون الارضي. انت عارف، انا كان نفسي اطلع في الاعلان الجامد ده. صحيح. ده انا استغربت ازاي وسام ابو علي الهداف ما يجيش في الاعلان. بس انت برضه يا وسام لسه صغير وما عملتش حاجه يعني علشان تطلع في اعلان. شفتني انا بقى لما طلعت في اعلان البسكويت بتاع اونيرو. يا ابني هي دي الاعلانات ولا بلاش؟ يا عم شيكا، بسكويت ايه وشيبس ايه بس؟ احنا ملناش في الكلام الفاضي ده. وبعدين الاعلان اللي مزعلكم ده انا مش شايف فيه اي حاجة. ايه يعني عربية بيضة بخطين حمر؟ ما كل عربيات الاسعاف زمان كان لونها كده، والمجنون بيلبسوا قميص ابيض. عمرك شفت واحد مجنون لابس قميص احمر؟ الصراحه كلامك صح يا ويسو. بس زي ما انت عارف، احنا بنحب نتقمص من كل حاجه كده. وبعدين احنا خسرانين كل البطولات ومش لاقيين حاجه نعملها. فما صدقنا بقى نلاقي حاجه نمسك فيها. بس خلي بالك، في الاعلان ده برضه جايبين عريس لابس تيشيرت الاهلي وعروسه لابسه فستان ابيض. وكمان بيتريقوا على بتوع بيراميدز، جايبين عيال بتقلع القميص السماوي وتلبس القميص الاحمر. طب واحدة واحدة بس كده معايا يا معلم شيكا. العريس لابس تيشيرت الاهلي عادي، عريس اهلاوي، والعروسة بتلبس أبيض. عمرك شفت عروسة بتلبس فستان أحمر؟ وبالنسبة لموضوع التيشيرت السماوي بتاع بيراميدز ده، سوري في الكلمة يعني، انتوا مالكم ومال بيراميدز؟ لا يا صاحبي، الزمالك وبيراميدز ايد واحدة وعمرنا ما نتخلى عنهم. وبعدين دول اللي هيجيبوا طارنا منكم وهياخدوا الدوري وهياخدوا افريقيا كمان. واحنا من ناحيتنا هنخليهم يفوزوا بالكاس علشان تبقى الثلاثية. ده انت باين عليك غلبان قوي يا شيكا. يا ابني الدوري خلاص بقى أهلاوي، فاضل عليه نقطة واحدة بس. وبطولة أفريقيا أعتقد يعني إن صن داونز هو اللي هياخدها والأحق بيها. أما بالنسبة لموضوع الكاس فانتوا ضميركم، وانتوا أساسا ما عندكمش ضمير. يا عم سيبك من الهري ده كله. بقول لك ايه، معلش يا اسامه يا اخويا، ابقى اشحن لي كارت فك من اورنج بالله عليك.